بصفة او بشكل بحت العملية النهاردة ما كانش ليهم نصير غير ربنا والقضاء المصري. ما هو احنا لما تابعنا سير القضيه لما لقينا كل حاجه قانوني، ده اللي خلانا ان احنا فعلا كملنا في القضيه كاعلام عشان نبقى ماشيين قانوني. لكن بالنسبه لعبد العظيم اللي هو المشكو في حقي برضه، عبد العظيم تقريبا البغوث، تم ضبط واحضار ليه، وتم القبض عليه، وانا سمعت ان هو كان مقرر له عمليه. هل مش من حق القانون او ما فيش هنا تطبيق روح القانون، وخصوصا ان كان تم ضبط واحضار للمشكو عليهم برضو، ولم يتم حتى ان هم راحوا حتى بيتهم، رغم ان المسافة بين البيتين ما هياش بعيدة، وكان مطلوب ضبط واحضار لكلا الطرفين ولم يتم احضار الا عبد العظيم. هل ده فعلا قانونا؟ والتواطؤ هنا لصالح مين؟ وهل في تواطؤ من الجهات المختصة؟ التفسير هنا ايه؟ حضرتك النهاردة الواقعة لما هنيجي نتكلم فيها نبدأ ملابساتها من الأول، لأن النهاردة مش هقدر أشرح لك اللي حضرتك بتسألي فيه من النهاية. أنا لازم أجيب لك ملابسات الأمور كلها عشان نقدر نقول النهاردة التفسيرات اللي ممكن نفسرها، بحيث النهاردة إن كل ده هيبقى استنتاج مش يقين. النهاردة لصالح مين؟ والموضوع دار إزاي؟ والاستنتاجات اللي إحنا وصل لها إيه؟ لما اجي اتكلم النهارده في الواقعه من البدايه، انا النهارده راجل تم الاعتداء عليا من محمد رضا سيف الدين واخواته عبد الرحمن وابراهيم وطلعت قدام بيتهم وانا رايح المقابر عشان اوزع الزكاه. من طبيعه الجماعه دول من قديم الازل اصولهم ذات نفسها كانت كده، ان هم بيطلعوا على المقابر يوم الوقفه يوزعوا الزكاه المفروض عليهم، لان بيبقى في زيارات هناك للناس الفقراء، او الفقراء خلاص اعتادوا منهم على كده، فبيروحوا هناك يستنوا حاجات زي دي كاعانه لهم لدخول العيد. دي عادات في مجتمعنا الشرقي معروفة، زيارة المقابر وتوزيع الزكاة عليها، فاحنا اعتدنا على كده. لا هو حضرتك برضو لما هنيجي نتكلم ده فرض علينا، بس هم العمليه ما بتبقاش على قد الزكاه، لان بيبقى فيها صدقات كتير، بس الناس اعتادت منهم على دي. الزكاة او الصدقات او ايا كان الامور انت ممكن توصلها للمحتاج في بيته، بس لان الناس دي ما بتعرفش تحرج حد، او ما تقدرش ان هي تقول فلان ياخد وفلان ما ياخدش، او ما بتحددش القيمه اللي هي هتوزعها، فبيطلعوا عند المقابر وبيبقى بيوزعوا زكاة او بيوزعوا زكاتهم وبتبقى بالزياده، فبيبقى المبلغ اللي معاهم على قد ما يوزعوا عشان في الاخر اللي كان موجود هياخد. وتم الاعتداء عليهم في الوقت ده؟ تم الاعتداء عليهم وهم رايحين هم لسه رايحين المقابر، هم رايحين عشان يوزعوا الزكاه. تم الاعتداء عليهم من الطرف الثاني. فالنهارده حضرتك لما نيجي بقى نفسر الواقع، ما حاولوش يعملوا محاضر بكده ولا تم اثبات محاضر لكده؟ حضرتك دي الواقعه اللي احنا فيها كان سابقها واقعه طبعا اللي هي بتاع الاستاذ عماد ومحمد رضا سيف الدين. كان محمد رضا راح هو برضه اخواته او 2 من اخواته كسروا المغسله بتاع الاستاذ عماد، لانهم اصحاب مغسله برضه هناك في حنوت، كانوا راحوا كسروها واعتدوا عليه واعتدوا على الناس اللي موجوده معاه في المغسله، وعملنا محضر بالواقعه دي، والاتنين اتعرضوا على النيابه وتم اخلاء سبيل الطرفين الاتنين. بعد ما تم اخلاء سبيلهم كان تاني يوم الواقعة اللي تمت اللي احنا فيها النهاردة دي. يعني عيلة ابو زهرة كلها رد فعل؟ هو المواقف كلها رد فعل. الموقف كله رد فعل. في الواقعة الأخيرة أنا مجني عليا بصفة أو بصورة نهائية، بصفة بحتة، أنا لا رديت ولا اتحركت ولا كان ليا أي رد فعل أو اعتداء، وأكبر دليل على كده إن أنا الطرف المصاب.